السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاية لكم في فيديو جديد، فيديو جولة في شقتي. محدش يستغرب الخلفية اللي ورايا، انا بصور المقدمة في بيت بابا، وهحط لكم الفيديو بتاع الجولة بعد المقدمة دي. اتمنى من كل اللي يشوف الفيديو ما ينسناش باللايك، ويا ريت الكومنت الحلو بتاعكم. اي تعليق، اي تعديل، اي حاجة، انا بتقبل رأي اللي قدامي. بس ان شاء الله هتنبسطوا قوي في الفيديو وهيعجبكم. واسيبكم دلوقتي على طول نقول بسم الله، وهتشوفوا فيديو الجولة. يلا، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي الغاليين في الفيديو المنتظر اللي أنا كنت مشتاقاله جدا جدا جدا. نبدأ الفيديو. نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بدأت معاكم النهاردة فيديو جولة في شقتي. بدأت معاكم الجولة منين؟ بدأتها من بره باب الشقة، وهنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت في الريسبشن. بصوا طبعا انا فرحانة جدا جدا جدا، ما اقولكمش قد ايه. وان شاء الله هتحسوا بده وانتوا كمان، حاسة ان انتوا هيعجبكم قوي. اتغير الشقة، اتغيرت، اللهم بارك، اتغيرت تماما تماما. ما شاء الله لا قوة الا بالله، انا فرحانة بيها جدا. بصوا بدألكوا بأدق التفاصيل. مهدية الإضاءة طبعا، والشجرة الكيوت اللي أنا بحبها جدا جدا والحمد لله جبتها. وهنا طبعا الانتريه بتاعي ده أنا بحبه قوي على فكرة. ألوانه بحسها حلوة وجميلة مبهجة وفي نفس الوقت مش اوفر. بصوا شغل الحجر مع الإضاءة باين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا اللي شاف معايا الفيديو بتاع الريسبشن قبل كده قلت لكم العمود ده هعمل فيه تركاية كده وهتشوفوها. ده بالظبط اللي انا كان نفسي اعمله، اللي هو فكرة الجرين وول. بصوا عملتها بجد تحفة، طلعت احلى مما كنت عايزاها كمان، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللون الاخضر مع الحائط كله اللي هو حجر، مع إضاءة الليد الخفيفة مدية شكل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حلوة قوي قوي. كل تفصيلة بقى، كل تفصيلة يعني أنا مصورة لكم في إضاءة هادية، وبعد كده هنور لكم الإضاءة كلها. يعني هو أنا العادي إن أنا أكيد مش هنور كل الإضاءات في نفس الوقت، بس طبعا عشان التصوير هنور لكم برضو الإضاءة كلها عشان تشوفوا الشكل عامل إزاي. الستاير لما دخلت جوه الجبس برضو شكلها اختلف نهائي، اتغير تماما عن الأول، رغم إن هي نفس الستاير ما غيرتهاش. السي ان سي طبعا عامل شغل جامد برضو. في الفيديو بتاع الريسبشن انا كنت صورت الفينش، بس كان لسه السي ان سي لسه مركبش، فلما ركب برضو غير الشكل خالص. بصوا بحاول ان انا ازود لكم الاضاءة واحدة واحدة عشان تشوفوا الشكل كله مع بعضه. الحافظات القمر الفيرزاتشي دي بجد زي ما كنت متخيلاها، زي ما اخترتها، وحسيت انها تبقى لايقة جدا مع الانتريه ومع كل حاجة. الكفرات الفيرزاتشي دي بجد طلعت فعلا تحفة تحفة. جميلة، لونها حلوة قوي قوي قوي، ما شاء الله لا قوة الا بالله. هو انا بان من صوتي ان انا متحمسة، بس بجد انا الفيديو ده كنت متحمسة له قوي. بصوا شكل السي ان سي حلو قوي، رغم ان انا اختياري الشكل ده بالذات، الديزاين ده انا كنت مترددة فيه وحاسة ان هو ممكن ما يطلعش حلو، بس لا والله طلع حلو قوي ما شاء الله لا قوة الا بالله، طلع جميل. آه انا عملت الشكل بتاع السي ان سي في الريسبشن الاتنين القطعتين نفس الشكل، ما غيرتش الشكل بتاعه. طبعا اللي شايف معايا فيديوهاتي، طبعا سفرتي زي ما هي، الانتري زي ما هو، بس هو كل الفكرة ان انا غيرت مكان السفرة والنيش والبوفيه. الناس اللي هتقولي ليه حطهم جنب بعض، الاول ما كنتش مقتنعة قوي بصراحة، بس يعني كنت حابة ان انا اظهر الحائط بتاع الحجر كله ان هو ما بقاش مغطياه.
وفي نفس الوقت لما جربته حسيت ان هو ادى معايا وسع، يعني في اني ادخل باقي الشقة وكده، لا اداني وسع رهيب يعني غير الاول خالص. الاول كانت المسافة اضيق. وكاستخدام ان احنا استخدام السفرة بقي مريح بالنسبة لي قوي، ان انا طبعا السفرة مرتاحة، مش قافلة كراسي وكراسي مفتوحة. لا، كل الكراسي ممكن اقعد عليها في اي وقت من غير ما اقعد كل شوية احرك في السفرة. فبرضو النظام ده حتى لو انتوا استغربتوه، انا في الاول كنت مستغرباه، بس والله بجد طلع عملي جدا. بصوا بحاول اوريكم الاضاءة من فوق مع اضاءة الليد، يعني بجد ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم بارك اللهم بارك، بجد ما شاء الله. الباب طبعا شكله رهيب، اللمعة تحفة، الفينش الاخير بجد يعني ما شاء الله. حاسة والله العظيم ما شطارة مني، هو توفيق من ربنا. حاسة ان ما شاء الله كل حاجة متناسقة مع التانية ما شاء الله. اللون الاخضر اللي كاسر الالوان الباقية بجد عامل، يعني عامل تاتش فظيع، حلو قوي، حلو قوي قوي ما شاء الله. إيه، بصوا يعني كل حاجة بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الستارة برضو اللي على الطرقة دي هوريها لكم. الاضاءات اللي انا عملتها في الستاير عجبتني قوي قوي. بالليل لما احب اهدي الاضاءة خالص اسيب بس اضاءات الستاير، بجد مدية شكل هدوء مريح للاعصاب بطريقة خطيرة. يعني بصوا انا وريته لكم اهو قبل ما انور باقي الاضاءات. طبعا الطرقة وريتها لكم قبل كده. بصوا اختيار الكفر بتاع الطرقة مع السي ان سي اللي في السقف، يعني سبحان الله. يوم ما اللي هو بتاع السي ان سي اداني ديزاينات كتير ان انا اختار منها. اول ما لقيت ده افتكرت على طول الكفرات اللي انا جايباها، فحسيت ان هو هيبقى شكله حلو، ان هو يعني ايه، سي ان سي مرتبط مع الكفر بتاع الطرقة نفسها. بجد حلوة قوي. الزوايا الخشب دي لما اتفنشت وخدت اللون بتاعها واللمعة بتاعتها بجد فرقت جامد. النجفة القمر دي بجد والله العظيم انا كنت رايحة اشتري نجف. كنت حاطة في دماغي حاجات تانية خالص ومقررة ان انا هجيبها اول ما روحت ولقيت دي. تخيلتها مع السي ان سي، حسيت ان هي ما شاء الله لا قوة الا بالله هتبقى خطيرة. نسمي الله ونبدأ بأوضة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لمعة البيبان خطيرة، رغم ان انا الاول كنت معترضة على اللون البني، بس والله برضو طلع حلو قوي ما شاء الله. آه، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة الا بالله. ادي اوضة الولاد. كنت هندم جدا 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 لو مع تغيير الشقة ده ما غيرتش لون السراير بتاعت الولاد، بجد كنت هندم. يعني كان فعلا اختيار رهيب. بصوا ادي الاضاءات اللي انا بقول لكم عليها، اضاءة الستاير بجد فارقة جدا. بصوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. ستارة الاطفال انا ما غيرتهاش زي ما هي، يعني ان شاء الله قدام بقى هحاول اعمل شوية تغييرات، بس واحدة واحدة الحمد لله الحمد لله. إيه، لون النجفة بتاعت الاطفال مع السراير تحفة، خطيرة قوي. الدنيا هادية. حسيت ان انا وسعت ما شاء الله اوضة الاطفال، كفرات اوضة الاطفال خطيرة. بصوا الاتنين كومودينو دول محدش يقولي لونهم بعيد عن السراير، دول بتوع اوضة النوم. بس بصراحة اولا كانوا مضيقين اوضة النوم، ثانيا هم بقيوا عمليين قوي ان انا حطيتهم للولاد. ان انا جمعت ما شاء الله، انا عندي عمر ومحمد دلوقتي ليهم كتب وليهم كراسات، وطبعا انا ما عنديش دولاب ليهم، فقلت استخدمت الاتنين كومودينو ليهم لكتبهم وكراساتهم وكده. وفي نفس الوقت فوق منهم قلت مع الوقت هيحط عليها الألعاب بتاعتهم، يعني هيبقى عملي جدا. حسيت ان هم عمليين. اي نعم هم لونهم بني مختلف مع الأوضة، بس حسيت والله ان هم يعني بجد حلوين، وخدوا جنب كده ودوني وسع في دخلة الأوضة. طبعا البوكسنج بتاع الولاد عملت له برضو ستاند وعلقته عليه. بصوا
قد معايا مساحة ما شاء الله ما شاء الله. يعني هما اتركنوا على جنب كده، وعند فتحة الباب مش مضايقاني جدا خالص، اللي هو افتح الباب لاخره. فحسيت ان انا رغم ان انا ضفت حاجة لأوضة الاطفال ما كانتش موجودة فيها، اللي هما الاتنين كومود، بس لا والله ما ضيقوش يعني ما شاء الله، عشان اختيار مكانهم حلو. فاللي هو الأوضة ما ضاقتش معايا، لا بالعكس، انا حاسة ان هي بقت مناسبة لقعدهم جدا. واحسن حاجة عملتها ان انا لغيت الشاشة اللي كانت موجودة في اوضة الولاد. انا فعلا عايزة احجم موضوع التلفزيون، فلغيت الشاشة خالص من اوضتهم. خليت اوضتهم بس للمذاكرة وللعب وللنوم طبعا. فكده الأوضة مناسبة جدا بصراحة. فأنا بصوا ادي الباب بيفتح للآخر، الأول ما كانش بيفتح للآخر كده. فالموضوع لا فرق خالص خالص بجد. اللهم لك الحمد والشكر بجد. انا كنت حاطه في دماغي حاجه، ولقيت ان كل مادة يعني والله العظيم فعلا بعد الصبر جبر يعني بجد. ربنا اداني احسن من اللي كنت بحلم بيه، واحسن من اللي كنت حاطاه في دماغي وعايزه اعمله. بصوا بوريكم منظر الطرقه، تحفه تحفه بجد تحفه. انا شفت ناس مركبين مع الجبسن بورد نجف، بس كان شكله بجد يعني اوفر قوي النجف اللي هو الكريستال وكده. فحسيت ان دي لا كيوت قوي وشكلها حلو قوي ولايقه قوي مع الشغل الباقي. الحمد لله الف حمد وشكر. هي طبعا اذواق، بحترم ذوق اي حد، بس انا بتكلم عن حاجه عجبتني قوي كرأيي انا، يعني مش لازم يكون كل الناس نفس رأيي طبعا. نقول بسم الله وندخل على اوضه النوم. انا جايبه الكفرات نفس الشكل بتاع الفيرزاتشي بتاعت الريسبشن، جايبه منها مشايات اوضه النوم نفس الشكل. بصوا الستاره ما غيرتهاش، نفس الستاره بتاعتي، يعني ما غيرتش حاجه في اوضه النوم غير بس شغل الجبسن بورد. وطبعا لما شلت الاتنين كومود طبعا فرقوا جدا. كان في واحد بحطه جنب الباب هنا فكان بيضيق معايا المساحه شويه. ادي السراحه بتاعتي ما اتغيرتش، ما فيهاش اي حاجه. ناويه ان شاء الله اعمل فيها تعديلات كده بامر الله ان شاء الله، كل حاجه بوقتها. الدولاب بتاعي بصوا يعني ما فيهاش تفاصيل كتير، يعني هي الاوضه انا عاملاها ما فيهاش تفاصيل كتير. دي كل حاجه، بس ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللي ضفتها لها طبعا شغل الجبسن بورد والنجفه دي. طبعا النجفه برضو حلوه ما شاء الله، واخده من الدولاب قوي يعني. يعني شكلها واخد من الدولاب قوي. نجفة الأطفال وأوضة النوم دول هدية من أميرة أختي، ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. هي اللي جابتهم لي وعلى ذوقها. بس بصراحة والله العظيم يوم ما جابتها قالت لي أنا جايبة حاجة واثقة 100% إنها هتعجبك، لأني ذوق أميرة نفس ذوقي وإلهام نفس الحكاية، إحنا التلاتة ذوقنا واحد في أي حاجة. فالحمد لله هي جابتها، وفعلا هو اختيارها نفس اختياري في كل حاجة. وده كان الفيديو بتاعي زي ما النهارده، يوم اتمنى يكون اخترت النجف عجبكم بتاع الطرقة، ويا ريت اللي وصل والله معايا سبحان في الله برضو الفيديو عجبهم هم النقطة دي كمان او زي للجزء ده في الفيديو ما بالظبط. ينساناش باللايك فما شاء الله لا والشير قوة الا بالله. والسبسكرايب. والكومنت القمر منكم بجد، كل اللي يتفرج انا يعني بجد مستنية ان انا اشوف الكومنتات، واشوف عجبكم قد ايه، واشوف ان بجد انا فرحانه بيها جدا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ونتقابل على خير ان شاء الله. اللهم لك الحمد والشكر، ويا رب يرزق الجميع وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. ونتقابل على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تصبحوا على خير. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش اللايك والكومنت القمر زيكم. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقابل في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.